وثانوية عامة بتقرب. انا بدأت اقلق. الحاجة الغريبة ان انا بدأت بس احس بالاحساس ده لما انا استوعبت ان الاسبوع اللي انا فيه يعتبر اخر اسبوع بشهر 8، واغلب الاسبوع الامتحانات قصدي اغلب الاسبوع الدروس فيه بتبدأ. فبدأت احس بالضغط صراحة. بس ليه فوقك اصلا ان انا كنت اصلا في اخر تانية ثانوي، كنت اصلا واثق وكنت شايف ان انا هخش السنة واثق ومفيش توتر وبتاع. بس مع ذكر تالتة ثانوي كتير والناس اللي حواليا كتير قعدوا يقولوا تالتة ثانوي مهمة، تالتة ثانوي مصيرية، تالتة ثانوي والناس بس فكرة عايزين نحلل الشعور ده اللي هو بس ليه انا متوتر، ومن ايه بالظبط انا متوتر فيه، وايه معنى اصلا التوتر، ايه كلمة توتر دي و... وايه لازمة الاحساس ده مادام هو كده هيثبطني وبتاع. وهل ده عادي ان اكون كده وافضل كده دايما؟ مش دايما، افضل كده اغلب الوقت. فاهم حاجة؟ رحنا لحد يعرف لنا ايه التوتر، ايه القلق اصلا في الاساس. تمام. ففي الاول هو قال لك ان القلق هي حالة من التوتر. طب ماشي، ايه هو التوتر؟ التوتر بيزيد الإنجاز. واو، يعني انا سائل ايه التوتر وانت تقول سبحان الله. اوكي، ودلوقتي هنجاوب على الاسئله اللي انا سالتها لنفسي. التوتر ده عباره عن حاجه طبيعيه، يعني التوتر بكل اختصار هو الخوف من المستقبل. بس ليه انا قلقان من تالتة ثانوي، او ليه الشخص بيبقى قلقان من السنه زي دي؟ انا خايف اللي هو بيبقى خوف من المستقبل. التوتر هو يعتبر خوف من المستقبل. مثلا قلقان ان السنه دي مصيريه. طب ليه انت قلقان ان السنه دي مصيريه؟ علشان آه عشان خايف ان انا افشل، خايف ان انا افشل. بس الخوف من الفشل ده الفشل نفسه، انت اصلا ما بدأتش واديت انطباع نفسك وحش وبتضغط نفسك على الفاضي. ليه بتعمل كده في نفسك؟ يعني الموضوع مش بايدك، بس الموضوع عادي acceptable. سنة تالتة سنة مصيرية، بس لا مش معنى انك انت لو فشلت فيها ان حياتك هتتدمر، لا. بالعكس، الدنيا اوسع من كده بكتير، والدنيا ارزاق. لو كله كان دكاترة مين هيتعالج؟ حرفيا حكمة ربنا، وكل واحد ربنا كاتب له مسار في حياته هيمشي فيها، وهو ده الأحسن له. بس عامة لازم نسعى في السنة دي. السنة دي مش مجرد إنها سنة دراسية وخلاص، لا، انت بتتحدى نفسك وانك انت تحاول تنتظم وتحاول تحسن من نفسك. عادي، سنة يعني تعتبر عادية. انت اللي خايف منها وقلقان منها عشان انت مكبرها قوي، مقدسها. كده كده حاجة جاية، حتى لو قلقان ومش قلقان كده كده هتيجي. تمام. فضلت 17 سنة بتوتر، بس فكك من جو الناس، وفكك من جو اللي بيوترك، وفكك من الناس اللي حواليك. انت ليك انت بنفسك بس. انت اهم حاجه انك انت تعمل اللي عليك، وكله باقي. انت حتى لو عيطت على درجه هترجع تاني، وعادي اكون كده. عادي اكون كده، زي ما عادي تاخد حقك من التوتر، تاخد حقك من الحزن. بس مش دايما ما ينفعش خالص تكون متوتر لاكتر من كده. ما ينفعش خالص تكون متوتر لاكتر من كده. لازم التوتر تعمله وبس خليه له حدود، بحيث انه ما ياثرش عليك ولا حياتك في المستقبل. علشان التوتر مجرد تفكير زيادة.